بزاف منكم باغي يعرف القصة ديال نائل العناوي اللي دار بطولة تاريخية مع المنتخب المغربي في كأس إفريقيا، واللي الكل كيشيد بالدور الكبير ديالو في وسط الميدان والروح القتالية العالية في حمل قميص المنتخب المغربي. نائل العناوي تزاد في 2 يوليوز في سنة 2001 في مدينة نانسي. الأب ديالو هو يونس العناوي اللي لاعب سابق في رياضة التنس من أصول مغربية، كان حاضر من مدينة الرباط. والأم ديالو فرنسية. العائلة كتكون من 3 أطفال. في البداية استقروا في بلدة غافا تقع قربا من برشلونة في إسبانيا. هنا بدات الحكاية نائل مع كرة القدم، حيث سجل في النادي الهواة مع اف سي غافا سنة 2008. العناوي في الطفولة ديالو كان كيجمع بين الكرة والتنس، نظرا للأب ديالو بطل كبير في رياضة التنس وحاصل على عدة جوائز. لكن الكل اكتشف الموهبة ديالو في رياضة كرة القدم. دوز عام واحد مع هذا الفريق من بعد ما انتقلت العائلة ديالو في مدينة نانسي في عام 2009. هنا استقر اللاعب في نادي نانسي اللي تدرج في العديد من الفئات السنية. ومع مرور الوقت بدات كتبان الملامح لاعب كبير غادي يكون في المستقبل. المسؤولين ديال نادي نانسي شافوا فيه كيمتلك امكانيات كبيره. هذا الشيء بينوا العناوي مع الاكاديميه وثقوا فيه المدربين بشكل واضح، حيث في موسم 2018 2019 تم الاستدعاء ديالو مع الفريق الرديف لأول مرة عن عمر 17 سنة فقط. ومع البدايات الأولى ديالو مع المجموعة قدر يفرض الشخصية ديالو في التيران وخدا الرسمية في الفريق، وأصبح هو القائد المجموعة. هادشي كيبين مدى الإمكانيات الكبيرة اللي عنده، اللي كيتمتع بها في سن صغير، وهادشي خلاه يتدرب مع الفريق الأول باستمرار. والنهار المميز عند نائل العناوي هو 31 يوليوز من سنة 2021، فين لعب أول مباراة احترافية ضد نادي تولوز اللي دخل في الدقيقة 46 ضمن دوري الدرجة الثانية، وقدر يسجل أول هدف ليه نهار 15 مارس 2022 ضد نادي اف سي باغي. هاد اللاعب قدر يفرض الإمكانيات الكبيرة ديالو في الفريق والانضباط التكتيكي، وأصبح أساسي في النصف الثاني من الموسم بسبب المستويات الهائلة اللي قدم مع نادي نانسي. هادشي خلى نادي لانس الفرنسي تعاقدوا معاه في صيف 2023. هذا الانتقال كيبين الاجتهاد الكبير للاعب نائل العناوي من اقسام الهواة الى نادي ممارس في الدوري الفرنسي والمشارك في دوري الابطال اوروبا. المهم الموسم الاول ديالو مع نادي لانس ما كانش كيشارك اساسي، ولكن مع توالي المباراة خدا دقائق في كل مباراة، قدر ياخذ الرسمية. سجل اول هدف ليه مع الفريق في 10 اكتوبر سنة 2023 ضد نادي نانت. من وراء هذا الهدف ولا كيعتمد عليه المدرب كأساسي وكيلعب دقائق كثيرة. قدر يلعب 29 مباراة وسجل هدف وقدم 2 تمريرات حاسمة، خصوصا أن اللاعب وسط الميدان ما كنركزوش على المساهمات ولكن على المساعدات الدفاعية والهجومية، وإعطاء تمريرات مفتاحية. مهم من بعد هذا الأداء الكبير يقدموا في الموسم الأول ديالو مع لادينينس اهتموا فيه بزاف ديال الأندية، ولكن ما كملات الصفقة. وهذا الموسم 2024 2025 تعرض لواحد الإصابة على مستوى الركبة وغاب على بعض المباريات. وبعد العودة ديالو بدا كيرجع تدريجيا للملاعب وخدا بعض الدقائق مع الفريق، وهذا الشيء ما طولش بزاف وبدا كيرجع الامكانيات ديالو ورجع للاساسيه. طبعا حاليا هو اهم عنصر في التشكيله ومن افضل لاعبي الوسط في الدوري الفرنسي، وبنسبه كبيره غادي يغادر لينس في نهايه الموسم وغالبا غادي ينتقل الى اعرق الانديه الاوروبيه. العناوي فنان ما شاء الله، جيد في الخروج بالكره وخطير في المراوغات، كيدمج بين الادوار الدفاعيه والهجوميه، وهذا الشيء كيخليه يبذل مجهود كبير في التيران وكيغطي المساحات الكبيره وسط الميدان. وهذا الشيء خلى نادي روما يتعاقدوا معاه في الصيف الماضي صفقه محترمه وصلت ل 25 مليون يورو ومده العقد 5 ديال السنوات. ولكن هذا الموسم بدا بدايه متواضعه مع المدرب الايطالي، قدر يلعب فقط 3 ديال المباريات كرسمي و9 ديال المباريات كاحتياط. هاد البدايه عاديه نظرا للاعب جديد على الفريق ويلاه كيندمج معاهم. ومن حيث المسار الدولي نائل العناوي كيحمل الجنسيه الفرنسيه من جهة الأم والجنسية المغربية من جهة الأب. هاد اللاعب كان عنده شك كبير شكون غادي يمثل دوليا. وفي الندوة الصحفية الوليد الركراكي شهر مارس سولوه على العناوي وقال أن اللاعب ما حسمش في المسار واش غادي يلعب معانا ولا باغي الوقت باش يفكر. وقدر نائل العناوي يختار تمثيل المنتخب المغربي حيث منذ القدوم ديالو وليد كيعتمد عليه كرسمي مع المنتخب ودائم الحضور نظرا للامكانيات الكبيره اللي عنده ما شاء الله. لاعب متعدد الوظائف، تقدر تعول عليه كلاعب وسط الميدان دفاعي مكان امرابط،
لكننا غادي نلعبوا على التحولات السريعة، حيث عنده تمريرات دقيقة وراء المدافعين، وممكن كذلك نستافدوا منه كلاعب رقم 8، ونقدروا نستافدوا منه كذلك كصانع ألعاب. وبحال هاد اللاعب مزيان يكون عندك في المنتخب نظرا للفنيات الكبيرة ديالو والرؤية الشاملة للملعب. لاعب ديناميكي وعنده حس تكتيكي عالي ما شاء الله، وهذا الشيء اللي كيخليه دعامة أساسية اللي كيعتمد عليها وليد. اللي كنتمنى أن نائل يتحسن الأداء ديالو مع نادي روما، أما مع المنتخب فراه بين على مستوى تكتيكي عالي وروح قتالية في الملعب في كل مباراة شارك فيها في كأس إفريقيا، والكل كيعتبر نجم هذا الكان نظرا للمستوى الكبير اللي قدم. وما تنساش إلا وصلتي لهنا ما عليك غير تشارك معنا في القناة.